البلاستيك ده بصراحة مجرم، ده مجرم، ده اختراع جامد، ده احنا كلنا بنستخدمه كمصريين، ممكن كرسي البلاستيك اللي زي ده تحط عليه اي حاجة يعني. فلا لا، ده اقتراح مصري. ده دكتور احمد عبد الخالق، استشاري انف واذن وحنجرة ورقبة وراس واسنان ولوز وشعر كل اللي اي حاجة اي حاجة تعالى في السكة، اي حاجة. وعلى فكرة كان زمان حلاقين الصحة والحاجات اللي زي دي يعني بيبقوا كده. ده واحد عايز يشرب شيشة وقال لك اجمعها مع نفسي لقاها غالية، فجاب قارورة زي ما احنا شايفين ومواسير ميه، وحط الحاجه. بصراحه بقى دماغ فنان يعني، شكله باكستاني. ده واحد طبعا من كتر ما خوفه انه العجله بتاعته تتسرق فبيطلعها معاه فوق، وعامل لها زي ستاند كده بره الشباك يحطها عليه عشان يبقى في الامان. شو شكلها ضيقه يعني، فحاططها يطلعها يعلقها التعليقه الغريبه دي، بس برضه بيفكر. دي طبعا صوره كوميديه بصراحه بشكل كبير يعني، الاسعاف جايب الحوار يعني. فده شكله موظف يعني، وخلص شغل روح عشان يعمل حاجه في الارض عندهم، فنسي اللبس بتاعه. دي جميلة، دي انا شفتها في ناس كتير بتعملها، حوار الشاحن والسلك دوت، بس طبعا بيأثر على السلك بتاع الشاحن نفسه، وممكن الشاحن كمان يقع. بس دي مش في مصر لان الافياج دي مش موجودة في مصر. بس هي فكرة ذكية بصراحة، فكرة ذكية تستاهل. دي بقى صور كوميدية صغيرة كده، كبدة وصدقتها زي كدبة وصدقتها، زي ما بيعملوا يعني في اسامي المحلات في مصر. بصراحة بيبقى دماغهم شغالة أوي يعني. فزي ما احنا شايفين زي ده برضو كده، هدوم مسروقة يعني، صريح انا جدا ان انا المحل بتاعه هدوم مسروقة، عايز تيجي تشتري تعالى اشتري. فاهم؟ زي واحد كان فاتح محل ومسميه هوهو، فاللي هو انا بعترف على نفسي بنفسي ذات نفسي. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناة ليفربول، طبعا المأكولات الشعبية بيقلد ليفربول.